أن الممثل الكوميدي محمد خاساني يمر بفترة صعبة وساخنة في مشواره الفني لم يسبق لها مثيل منذ أن اعتاد الظهور على شاشات التلفزيون. خاساني هذه المرة يبدو أنه خرج عن المألوف وحاد عن عادات وتقاليد العائلات الجزائرية وأحكام الدين الحنيف، أين أشعل منصات التواصل الاجتماعي ولم يسلم من الانتقادات اللاذعة والسب والشتم عقب ظهوره في برنامج شيفاتي الذي بدأ يبث على قناة الشروق بلوس. الفنان الوهراني ومن خلال برنامجه الخادش للحياء والذي لا يليق أن تشاهده العائلة الجزائرية يبدو أنه صار مثل برامج الشو الأجنبية وما يشابهها في بعض البلدان العربية كلبنان، مصر والجارة تونس، التي تبث مثل هذه البرامج الخليعة والمليئة بالمشاهد الساخنة والتي لا تليق لا من بعيد ولا من قريب بمعتقدات ولا عادات تقاليد المجتمع الجزائري. خاساني ومن خلال برنامج شيفاتي يقوم بتجسيد دور فاتحة التي تقوم باستقبال محاورة فنانين ومشاهير جزائريين، ولكن هذه الشخصية لا يمكن مشاهدتها عائليا نظرا للباس الذي ترتديه والذي يظهر مفاتن هذه الشخصية بشكل رهيب، ناهيك عن ومضات الرقص المخل بالحياء التي توحي أنك داخل ملهى ليلي، إضافة إلى قيام فاتحة بتقبيل الرجال مما يضفي على البرنامج طابع فيه الكثير من الإثارة والإغراء الجنسي. هي المشاهد التي لاقت سخطا لدى أوساط العائلات الجزائرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة لدى المجتمع الوهراني الذي يعتبر خرجة خاساني هذه ضربة موجعة لعاصمة